ازاي تقبض بالدولار. اتكلمنا المره اللي فاتت ان احنا عن بعض المجالات وازاي تكسب بالدولار وبعض البرامج زي كورك وبرامج كتير. النهارده هنتكلم بقى، هنشوف مثال حي للناس اللي شغال مصريين وناس اجانب شغالين وبياخدوا رواتب بالدولار. فانت لو لسه ما شفتش الفيديو اللي فات لازم تخش تبدا تشوفه دلوقتي، وبعدين تبدا تقدر تشوف الفيديو ده. حرفيا هتشوف دلوقتي، بس اهم حاجه احنا ما يحصلش ما شاء الله لان الناس دي تعبت وعشان تحقق الفلوس اللي حققتها دلوقتي دي. فاحنا هنبدا دلوقتي، متنساش لايك وسبسكرايب وعشان نبدا يلا نشوف ازاي تقبض بالدولار. وحقيقي موضوع سهل، وهنشوف دلوقتي المصريين اللي زيك واللي زي بداوا وبياخدوا رواتب قد ايه. دلوقتي في مجالات كتير قوي هنعمل سيرش عنها، زي مثلا جرافيك ديزاينر، ومثلا لو حد بيعمل اكسل ولا حد بيعرف يعمل اديتنج. خلينا نبدا دلوقتي بالجرافيك ديزاينر. دلوقتي دخلنا هيورينا مثال لناس أجانب بيقبضوا بالدولار ومثال لناس مصرية بياخدوا بالدولار. بس احنا هنبدأ الأول بالأجانب، نشوف لو حد برا مصر بيقبض بكام، ولو حد مصري بيقبض بكام. وحقيقي الناس دول بيحققوا أرقام كويسة جدا من الشغل ده، أحسن من الشغل العادي يعتبر. فحقيقي فرصة هتبقى. هو دلوقتي فتح دول ناس أجانب بياخدوا دولار، يعني ده مثلا بياخد 39 دولار لكل ساعة. التوتال اللي خده 77,000 دولار. وفي ده وفي دي، في ناس كتير جدا شغالة في الموضوع ده. خلينا مثلا نشوف بقى، احنا عايزين مثلا نشوف مثلا المصريين بقى، يعني عايز عشان بقى اننا احنا كلنا اغلبنا مصريين، فتعال نشوف المصريين مثلا بياخدوا كام. تعال نحدد اللوكيشن بتاعها ان هو مثلا على ايجيبت، بحيث ان احنا نشوف المصريين بياخدوا كام. وحقيقي فرصة حلوة جدا، لان اصلا اغلب الرواتب دلوقتي قليلة، فحرفيا الموضوع ده هيفرق معاك كتير قوي يعني بجد. فهنا مثلا احمد مثلا بياخد مثلا 20 دولار لكل ساعة، يعني كل التوتال اللي حصل عليه 8000 دولار في خلال مسيرته كلها. طبعا 8000 دولار ده رقم كبير. طبعا هنا في مينا بياخد 20 دولار، ده مع توتال ايرن 100,000 دولار. طبعا هنا في مهاب، عمرو، في ناس كتير حرفيا. يعني في ناس كتير، يعني عشان نقول حد واقعية، انا مش يعني في ناس بتقولك لا ما فيش حد بيكسب اونلاين من النت، لا في كتير. فالفكرة ان احنا نقوم نبدأ دلوقتي. طب تعالى ناخد مثلا مجال تاني، مثلا الناس اللي بيعدلوا مونتاج ليوتيوب. يعني مثلا حد، انا قلت لحد يعمل لي المونتاج بتاع الفيديوهات بتاعتي. هنا مثلا ده واحد مثلا اجنبي بياخد 35,000 دولار، 35 دولار لكل ساعة. في ناس كتير طبعا توتال ايرنت بتاعه 200,000 دولار. فاهم يعني؟ تخيل لو انت اشتغلت مثلا سنة جبت 1000 دولار. 1000 دولار لو انت حسبتها بالمصري يعني 5000 50,000 جنيه. فمعلش، هي ما تقعدش ليه تشتغل اونلاين. تعالى بقى احنا بقى في مصر مثلا، عندنا مثلا محمد ده، في مثلا جاسر، ناس كتير. في محمد بياخد 20 دولار لكل ساعة، و20,000 توتال الارن بتاعه. ده مثلا بياخد 35 دولار لكل ساعة، توتال الارن بتاعه 1,000,000 دولار. متخيل؟ هنا مثلا في مجال مثلا ديجيتال ماركتنج، دول أجانب الموجودين عندنا بياخدوا شغالين في ديجيتال ماركتنج أونلاين. تعال نشوف بقى في مصر مثلا. طبعا مجال ديجيتال ماركتنج محترم جدا، وانا عارفك الطرق بتاعته ازاي ان انت تشتغل فيه. ده مثلا اندرو بياخد 40 دولار لكل ساعة. محمد مثلا بياخد 29 دولار لكل ساعة، توتال الايرن بتاعه 60,000 دولار. فحقيقي في كورس مجاني كمان للتسويق الالكتروني ده، فانت ممكن تحضره بالظبط، وهتبدأ تشتغل في المجال ده. وحقيقي كورس بشهادة معتمدة، ففرصة حلوة بجد. فتابعني عشان هنعرض كل الحاجات دي في الفيديو الجاي. تعالى مثلا نشوف مجال تاني، مثلا زي مثلا ترانسليتور. حد معاك لغة وهتشتغل مترجم،
او تترجم مثلا فيديوهات او تترجم كتاب مثلا. فاحنا مثلا هنبدأ نشوف مثلا الأجانب هنا بياخد 25 دولار لكل ساعة. توتال الايرنينج بتاعه واخد 400,000 دولار. تعال نشوف في مصر ايجيبت. في مصر مثلا هنا بياخد مثلا 12 دولار لكل ساعة. توتال الايرنينج بتاعه 10,000 دولار. هنا مثلا ده بياخد 5 دولار لكل ساعة. هنا دي بتاخد 45 دولار لكل ساعة. طبعا على حسب مهارتك. طبعا بيتم تحديد السعر وحاجات كتير اوي، وعلى حسب برضو الحاجات اللي انت اشتغلتها قبل كده. يعني اشتغلت مثلا بقى حاجات كتير، فكل ده بيفرق معاك. تعالى مثلا نشوف مثلا لو انت بتعرف مثلا في الاكسل، ممكن تاخد مثلا كورس اكسل فيه متاح على اليوتيوب، وان شاء الله نعمل لك كورس للاكسل قريب. ده تعالى مثلا نشوف في ايجيبت. هنا مثلا عند عبودي ده بياخد 40 دولار كل ساعة. توتال ايرنينج بتاعهم 100,000 دولار. محمد مثلا بياخد 15 دولار كل ساعة. هنا مثلا محمود بياخد 30 دولار كل ساعة. توتال ايرنينج بتاعه 1,000,000 دولار. انت متخيل؟ طبعا ما شاء الله. ما طبعا مش هنسأل اي حد من دول، لان حقيقي الناس تعبت عشان تعرف توصل للمكان اللي هي فيه دلوقتي. فانت المفروض تبدأ عشان تبقى زيهم، ومش بعيد لو انت اجتهدت على نفسك تبقى احسن طبعا بكتير. وطبعا كل الحاجات دي طبعا كانت من منصة ابورك، دي اللي كانوا بيعرضوا عليها الشغل. هنتعلم في الفيديو الجاي ازاي تبدأ في اي مجال، وكل مجال تبدأ بايه، ازاي تبدأ فيه. فانتوا عرضوا عليا مجالات بتاعتكم انتوا نفسكم تعلموها في الكومنتات، وانا هدلك ازاي الطريق انت تبدأ، وازاي تعمل اكونت وتعرض عليه شغلك. حقيقي هنبدأ نكسب. وثق في نفسك ان انت تقدر تجيب ارقام اعلى بكتير من الناس الموجودة دي. بس معايا دلوقتي بما اننا شفنا ناس مصريين بيعرفوا ياخدوا فلوس اللي بالدولار، وفي ناس اللي بيجمعوا اكتر من مليون دولار عن طريق ده، فانت حقيقي تقدر تقوم تبدا دلوقتي وتعمل اكونت وتبدا تقدم وتتعلم مهاره. فانا حابب اسمع كل واحد يكتب لي في الكومنتات ايه المهارات اللي حابب يتعلمها، بحيث اقول لك ازاي تبدا والطريقه ان انت تبدا ازاي. فانت دلوقتي شاركني بالكومنت بتاعك، وهنزل شرح ازاي تبدا من كل مجال. فما تنساش لايك وسبسكرايب للقناه. ولسه ما شفتش كروس نوشن، فانت لسه فايتك كتير جدا. ده هينظم حياتك ويغير حياتك كتير جدا جدا جدا. فهقوم ابدا دلوقتي. شكرا لو انت وصلت للحته دي من الفيديو، وربنا يوفقك في حياتك العمليه، وان شاء الله نكتسح اليوتيوب.